ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده. قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهارده يعني عايزين بقى يبقى روتين مختلف كده عن كل يوم، فحبيت اعمل لكم ايه كده روتين ايه فاخر من الاخر كده، يعني زي ما بيقولوا. بصوا بقى اول حاجه، هطلع البطاطين. النهارده بقى الجو حلو كده وجميل والشمس جميله كده والجو دافئ قوي، فطلعت بقى كده ايه البطاطين بره تاخد ايه حبه كده ايه شمس كده. هقلع بقى كل المخدات اللي عندي ديت، وهنشيل بقى الفرش اللي هو بتاع السرير ده. عايزين نغير الفرش ده. ونعمل مع بعض روتين كده. عايزه اقول لكم ارخم حاجه في الدنيا هي ما باجي اشيل اما باجي اخلع اسمها ايه المخده من الكيس ده او كده ادخلها، يا ربي ببقى بصوا ببقى راكبني 60 عفريت. مش في كل الاكياس، في اكياس بتبقى واسعه وفي اكياس بتبقى ضيقه، بس الطقم ده جه ضيق كده. فانا يعني كل فين وفين لما بفرشه لانه بيبقى بيزهقني جدا في الفرش. هنفض بقى هنا الستاره دي. عايزه اقول لكم الستاره دي تعبانه نفسيتي. لو حد كان ضربني على راسي وانا بتجوز وقال لي ما تعملهاش، بس انا بقى ساعتها لا، ده ابو مين بقى اللي كانت بتعمل ستاير البلتكنه دي بتبقى بنت بشوات. اللي يعملوا ستاير بالبلتكنات والكلام ده كانت بتبقى ياما هنا وياما هناك وعامله ستاير بالشيء الفلاني. فاهمين قصدي؟ بس بعد كده بقى في التنظيف بقى وفي الغسيل، وان انا اشيلها، وان انا اجيب واحد يفكها لي، وان انا اجيب واحد يركبها لي. بصوا بقى عامله لي ازمه وعامله لي مشكله. انا ممكن افكها في مثلا السنه دي واركبها السنه اللي بعدها. فاهمين قصدي؟ اللي هو انا ما بلاقيش حد بقى يركبها لي، وما بلاقيش حد يسأل فيها اصلا. فانا فكرت يعني انا فكرت شويه كده ان انا اشيلها خالص، بس بصراحه يعني استحرمت. يعني القماش بتاعها كان غالي جدا، وهي شكلها اصلا يعني شكلها حلو يعني. زمان من 15 سنة وانا بتجوز كانت حاجة يعني مفيش زيها. فاهمين قصدي؟ شلت بقى كده كل الفرش وفرشت بقى الملاية والكوفرتة دي كده اهيت. عايزه اقول لكم الكوفرتات دي حلوه قوي وفي التنظيف سهله جدا. خلصت بقى كده وفرشت وركبت كل. عايزه اقول لكم ان الكيس بقى بتاع الملايه دي حلوه قوي قوي قوي، وبيركب بكل سهوله جدا وكل سلاسه وقمر كده. وابن ناس التاني بقى ابن 60 في 70. ماشي. هشيل بقى كده اللي انا حاطه الحافظه دي. الحافظه دي يا جماعه كانت كبيره، كانت 2 في 3، وانا قصيتها 3 قطع ورجعت تاني خيطت قطعتين منهم. المهم يعني والسجادة دي عايز اقول لكم من ارخم السجاد، اللي هو اقل حاجه كده بتلاقوه نخل تراب تحته. يعني مثلا حطي مثلا افرشي كام يوم كده وتلاقي السجاده كده نخل التراب تحتها. اي نعم، عايز اقول لكم ان دي سجاده جواز بقى لها 15 سنه كتر خيرها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا يا رب يا رب يا رب، ربنا يكرمنا ونجيب سجاد جديد على العيد. على العيد يعني ان شاء الله على عيد الفطر باذنك يا رب نجيب سجاد جديد كده. عشان انا متجوزه بقالي 15 سنه يا جماعه. ما جبتش، جبت سجادتين بس مش هنا يعني مش اللي هو مش السجاد الغالي قوي يعني كده، كنت جايبهم كده ايه كغيار عادي يعني. فاهمين قصدي؟ فباذنك يا رب باذنك يا رب هنجيب ان شاء الله احلى واجمل سجاد السنه دي للشقه في العيد باذن الله يا ربي. انا عامله جمعيه. تمام. ولما يعني انا عامله الجمعيه دي مخصوص عشان خاطر ربنا يكرمني كده واعرف اجيب سجاد. كل سنه اقول ايه انا عايزه اجيب سجاد بس ربنا ما بيوفقش، عايزه اجيب سجاد بس ربنا لسه ما اذنش ان انا اجيب سجاد للشقه يعني. بس ان شاء الله السنه دي انا عملت جمعيه كده واجيب بها السجاد للشقه ان شاء الله، واظبط الشقه كده وادلعها. وهنعمل حبه تغييرات حلوه قوي في الشقه. هنا بقى البلكونه، عايزه اقول لكم العصافير مش العصافير بقى، العصافير واليمام مبهدلين البلكونه، على طول قاعدين في البلكونه. واليمام بيبيض على التكييف ويعمل حمام كده ويقع في البلكونه، ويجيب قش ما بيجي يبني العش بتاعه ويقع في البلكونه. يعني مبهدلين البلكونه. يعني انا عملتها النهارده اهوت، بكره الصبح هلاقيهم عاملين حمام في الارض وجايبين اسمه ايه ده قش عشان يعملوا عش في البلكونه وكده. ف يعني على طول بيبهدلوها. فانا ممكن ايه آه اجيب ستاير للبلكونه. انا بفكر يعني ان انا اجيب ستاير للبلكونه وكده عشان خاطر الحمام واليمام. اليمام بيجي يبيض عندي وبيطلع التكييف يا جماعه والله العظيم. هبقى اصوره لكم في مره.
هنا بقى قلت لروزينا ايه تعالي بقى انت امسحي الاوضه ديت، مش فاكره يا رب. خدت انا السجاد وطلعت ايه، طلعته فوق في الشمس، قلت ايه الشمس شويه عبال ما يخلص كده، فانا هطلع بقى اطلعه وانت ايه امسحي الاوضه والبلكونه. تمام. فخليتهم بقى هي كده ايه ومسحتهم وطلعت على البلكونه زي ما انتم شايفين كده اهوت. بعلمها، بحاول ان انا اخليها تشاركني في الاعمال اليوميه يعني، اللي هو انت مثلا حبه مواعين بس ما يكونش مواعين كتير يعني تعمليهم. اصل انا روقت مثلا وخلصت، انت مثلا ايه تمسحي كده يعني. المهم بعد ما خلصت خالص بقى يا جماعه، بحب اعمل ايه، بحب ان انا اي حاجه عندي امسحها يعني قبل ما انفض. يعني عايزه اقول لكم اخر حاجه بعملها في الاوضه، او انا مثلا إيه عندي كومودينو، عندي شاشه، عندي حاجه، بحب ان انا امسحها بعد ما اخلص خالص، وامسح كمان عشان خاطر التراب يا جماعه. طول ما احنا بنشتغل او طول ما احنا بنروق التراب يعني مثلا لو انا كنت مسحتها في الاول 100,000 مره، برضو بعد ما اخلص هلاقي عليها تراب، لكن كده لا، مبقاش عليها تراب. عايزه اقول لكم اللمامه دي حلوه قوي 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 قوي، احلى من المكنسه 100,000 مره. ان انت تكنسي بيها السجاد كده، عايزه اقول لكم تحفه بجد، بتخلي السجادة تحفة. بس دي بقى بما ان هي عندي بقالها فترة، بقالها سنين، بقالها مثلا حوالي 5 سنين او حاجة زي كده، ففي واحدة كده ايه البتاع الحرف بتاعها ناعم فبتقع كده، بس لو لقيتها قدامكم هاتوها حلوة قوي. فرشت بقى كده السجادة، طلعت فوق نفضتها برضو تنفيضة محترمة كده بعد ما خدت حبة شمس كده في الشمس الجميلة دي. وبرضو الحافظة خدت برضو حبة شمس كده شمستهم يعني. وجيت بقى رحت زي ما شفتوا كنست السجادة باللمامة، ورحت حاطة عليها الحافظة تاني. ليه حاطة الحافظة؟ عشان خاطر بتحافظ عليها يا جماعة. اي حاجة وقعت بقى كده فبتحافظ عليها جدا. هنا بقى عايزة اقول لكم كنت عايزة اعمل فيها عامل منجد و آه، اعمل فكرة كده. الكورس ده عندي وشكله مش لذيذ يعني، فكان عندي حبة الحاجات دولت، اللي هو كان عندي حبة حتة السفنجة دي، وكان عندي حتة قماشة. فقلت بقى ايه اما اطلع روح المنجد اللي جوايا واجرب فيه. تمام. المهم جبت كده الكرسي وعملت، قعدت بقى اخد في مقاسات ويمين في شمال في فوق في كده، فاهمين قصدي؟ فوصلت ان انا خدت المقاسات، قطعت حتة اسمها ايه يا ربي، حتة السفنجة دي كده قطعتها على 2، لا على 3 يا ربي اهوت، على 3 قطع، وحطيتهم فوق بعض كده اهوت زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى هروح مغلفاها بالقماشة اللي انتوا شايفينها دي كده. انا حطيت عليها يدوب حتة القماشة هي كده يعني. انا ايه كنت بحاول ان انا اخليها على قدها واظبطها من الجناب ومن كل حتة يعني. وبعد كده كان عندي كليبسات. اللهم صل على سيدنا محمد. الكليبسات دي كانت عندي في طقم في كرسي انتريه، والكرسي ده يعني ايه كان عاملين له عملية جراحية وكده، شلناهم منه. تمام. يعني بحب استغل اي حاجة. وبدأت كده ان انا اجيب زي ما انتم شايفين كده اهوت المسامير، وعمالة بقى ايه بدخلها يعني كده وبدق عليها زي ما انتم شايفين كده اهوت. هدقه بقى او هدق يعني هحط المسامير كده في البتاع كلها في الكورس كله من الاربع جناب، وانا بشد. يعني مثلا ايه اول واحد ده انا مش بشد قوي، انا بعمله عادي. بعد كده اللي قصاده بقى هبدأ اشد فيه عشان خاطر يطلع معايا الكورس كده ايه حلو كده ومتنجد بطريقة بنت ناس وطريقة محترفة. تمام. بعد بقى ما خلصته كده يا جماعة، دق كده في المسامير يعني وخلصته خالص. وكان ناقصني حاجة، بس انا قلت ايه بعدين بقى ان شاء الله ابقى اعملها. لا بس إيه يعني، بصوا عارفين انتوا الشراشيب اللي هي بتاعت الستاير او بتاعت الحاجات اللي هي بتاعت رمضان او الزينة دي، الشراشيب، عارفين انتوا الشراشيب دي؟ انا بقى كان المفروض ان انا اجيب الشراشيب دي واروح حاطاله كده ايه من الجناب شراشيب، كان يعني ايه كان هيخفي الحاجات كده اللي انا حطوها دي، وكان هيديله شكل كده بيرفكت حلو قوي. بس بصراحة انا ما كنتش، انا الشراشيب دي كان عندي بس انا ما كنتش فاكرة هي فين.